كده طبعا معانا درس جديد بقى كده، نقدر نقول ان احنا حلينا على كل الاجزاء اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت وهي البروناونز. بنبدا مع حضراتكم دلوقتي بقى جزء جديد how to answer yes or no question. معانا بقى مع حضراتكم دلوقتي جزء جديد how to answer yes or no question، ازاي ان احنا نجاوب على السؤال اللي هو yes or no. عندنا اصلا في البدايه 3 انواع من الاسئله. سؤال عادي خالص اسمه yes or no question، يعني سؤال بهل وبنجاوب عليه بنقول اه او لا، عشان كده اسمه سؤال بهل. هل ذهبت الى السوق بالامس؟ نعم ذهبت، او لا لم اذهب، وهكذا. تمام، ده بالنسبه للسؤال اللي هو الايه؟ yes or no question، اللي هو السؤال بهل. تمام، في نوع تاني من السؤال اللي هو السؤال بكلمه استفهاميه. سؤال بنبدا بكلمه استفهاميه، سواء كلمه استفهاميه دي كلمه استفهاميه بسيطه او كلمه استفهاميه مركبه وخلافه. معانا كمان السؤال المزيل الكويستشن تاج اللي ان شاء الله هنناقشه برضو مع حضراتكم بعد قليل. طيب نركز مع بعض هنا. كيفيه الاجابه عن السؤال بهل، والله قال لي اذا بدات السؤال او بدا السؤال او الجمله بالكلمات الاتيه تكون الاجابه عليها بيس اور نو. يعني الكلمات اللي جايه ديت اللي هي الكلمات مين دول؟ ركز بقى كده. is are، ايه ده يا مستر؟ is are verb to be يعني يبقى ده verb to be. تمام. is are في المضارع، was were في الماضي. تمام. do does did ده verb ايه؟ verb to do. تمام. طيب can will ده ايه؟ modal verbs. يعني ايه modal verbs؟ افعال ناقصه. تمام. الافعال الناقصه يعني ايه فعل ناقص اصلا؟ فعل ناقص يعني فعل ما عندوش دم. ناقص، لا الفكره مش في كده، هو فعل ناقص المعنى، وناقص كمان يتسمى ان هو فعل ناقص بسبب ان هو ينقصه التصريف الثالث. يعني احنا معانا هنا الفعل الناقص له تصريف اول وتصريف ثاني فقط، ملوش تصريف ثالث، على عكس بقيه الافعال حتى لو منتظم او غير منتظم فله 3 تصريفات. لكن المودل فيربس الافعال الناقصه لها تصريفين بس. عموما يعني الافعال الناقصه طبعا كلها ياتي بعدها الفعل في المصدر، can will would should، عندنا اكتر من فعل ناقص طبعا وخلافه. طيب لو احنا السؤال بتاعنا تاني، لو السؤال بتاعنا او الجمله بتاعتنا بدات باي حاجه من دول is are was were do does did can will، اي حاجه من دول يبقى ده ايه؟ يبقى ده طبعا حضرتك ده سؤال يا مستر سؤال بهل، وهنجاوب على السؤال ده ونقول او لا yes or no. اهو yes، لا اما هنقول yes لا اما هنقول no. تمام. تعال نشوف بعض الامثله. is it a banana؟ ايه ده يا مستر؟ امثله سهله جدا، ما هو لازم نسهلها عليك يا سيدي، لازم نسهلها عليك في البدايه، يعني نديك حاجات صعبه نسهلها عليك كده عشان ربنا يسهلها علينا ويسهلها برضه على الناس اجمعين يا رب. تمام. فبنبدا بامثله سهله، وبعد كده طبعا عارف ان المنهج بتاعك سواء في الثانويه العامه او سواء في المرحله الاعداديه اضخم من كده، بس احنا بناخد امثله بسيطه واحنا بنشرح الجرامر، وبعد كده لو المثال اكبر شويه او في معاني مفردات اكتر او خلافه او اصعب فبيكون الاجابه برضه معروف هنجاوب ازاي او هنحل ازاي. is it a banana؟ هل هذه موزة؟ قال لي والله يا مستر في السؤال بهل احنا بنبدل الكلمتين اللي هو الفعل المساعد الموجود في السؤال، وكمان معانا ضمير الفاعل مثلا بنبدلهم ببعض. يعني مثلا بدل مثلا ما الفعل المساعد اللي هو مثلا is كان واقف في الاول وات بعد منه، لما نيجي نجاوب هنعمل ايه؟ هنحط ات الاول وبعد كده is، يعني هنبدلهم بس ببعض. is it a banana؟ هل هذه موزة؟ يس نعم، او نو، ممكن برضه اقول نو، وفي كلتا الحالتين لازم يس او نو يتحط بعدهم كوما على السطر، كوما. تمام. بعد كده معانا از وات هنبدلهم ببعض، يبقى يس ات از او نو ات. تمام. نو ات ازنت، واجيب طبعا احط كلمه نوت في الاخر او اقول از نوت على طول او اقول ازنت طبعا اختصارها. لو انا همسح اهو بالاستيكه معاكم، لا اما ان انا هقول طبعا از نوت او ازنت. مع طبعا امثله اخرى is she a nurse؟ هل هي ممرضه؟ برضه هبدل الاثنين دول ببعض، هجيب طبعا she الاول بعد كده is، وفي كلتا الحالات لازم yes او no يكون بعدها كوما. does he like carrots؟ هل هو يحب الجزر؟ yes نعم، برضه كوما بعد yes او no، بعد كده برضه ابدل الاثنين دول ببعض واقول yes she does. تمام. are they boxes؟ هل هؤلاء صناديق او هل دول صناديق مش هؤلاء؟ برضه معانا هنا yes ونبدل برضه الاثنين دول ببعض. هل ده في كل الاسئله؟ لا، معانا برضو حالات شاذه، يعني معلش يعني الدنيا مش سهله، يعني مش للدرجات دي، يعني نقول is it banana و yes it is و no it isn't no. طيب ركز معايا يا سيدي في السؤال ده كده. are you happy؟ are you happy؟ هل انت سعيد؟ والله انا حاسس بيك اقسم بالله، مفيش حد سعيد، بس يعني بنأمل ان احنا نكون سعداء دايما. يعني التفاؤل يا شباب، التفاؤل احسن حاجه.
ممكن تعملها انك تتفائل دايما ان طبعا انا مبسوط وسعيد وراضي والحمد لله على كل شيء في حياتي، والحمد لله ان احنا اصلا بصحتنا وعافيتنا، والحمد لله مثلا ان باباك ومامتك موجودين، الحمد لله يا سيدي انك بخير. تمام، ركز كده اهو. ار يو هابي؟ هل انت سعيد؟ هل انت لما تيجي ترد عليا تقول لي ايه؟ نعم انا سعيد. هل انا زي انت؟ هل انا في اللغه الانجليزيه زي انت؟ لا. كلام جميل. يعني معنى انا تمام بقول مثلا اي، لكن انا بسالك بقول لك يو انت، فترد عليا تقول لي نعم اي، فاصبح كده الضمير اتغير ولا لا؟ الضمير هيتغير غصب عننا لان في حاجه اسمها مخاطب ومتكلم. انا لو بخاطبك هقول لك ار يو، انت لما ترد تقول لي يس اي او نو اي، صح ولا لا؟ فاصبح عندنا هنا ضمير الفاعل هيتغير اهو. ينفع بقى ان احنا نقول يس اي ار؟ ايه ده يا مستر؟ هو اصلا معانا اي بيجي بعدها ار؟ لا، ده يس اي، وطبعا اي بياتي بعدها الفيرب تو بي ام، يبقى يس ايام نعم او نو. في كلتا الحالات لازم نحط كومن ما تنساهاش. نو اي ام نوت. مفيش طبعا اختصار لكلمه ام نوت، مفيش حاجه اسمها امنت. تمام. are these apples؟ ركز بقى في دي لو سمحت. معانا هنا اسم اشاره للجمع اسمه these، شرحناه الحلقه اللي فاتت وقلنا مع بعض ان احنا عندنا ضمائر الاشاره 4 ضمائر الاشاره. this that these those، وفرقنا بينهم قلنا this و that للاسماء اشاره للمفرد، وthis طبعا للمفرد القريب، وthat للمفرد البعيد، وعندنا كمان these و those. these طبعا للجمع القريب وthose للجمع البعيد. تمام. معانا النهارده اسماء الاشاره للجمع سواء these او those. المفروض ان اسماء الاشاره لما تكون موجوده في السؤال لما اجي اجاوب لازم احول اسم الاشاره الى الضمير they. لازم احول اسم الاشاره الى الضمير ايه؟ they. يبقى are these apples؟ هل هذه تفاحات؟ No they aren't، او no they، او yes يا سيدي انت مزعل نفسك ليه؟ اهو yes حرف الواي لازم يكون كابيتال. yes they برضه لازم اجيب ضمير، حول these ضمير الاشاره الى they. yes they are، او زي ما هو مجاوب no they aren't. is that a bus؟ هل هذا طبعا اتوبيس؟ برضو معانا هنا اسم اشاره اهوت، اسم اشاره بقى للمفرد سواء this او that. اسم الاشاره المفرد برضو لازم تحوله في الاجابه، هتحوله بقى للضمير ايه؟ اتباع. عندنا تاني هنقول اهو تاني، عندنا اسماء الاشاره this that، عندنا كمان these those. كلام جميل. 2 للمفرد و2 للجمع. تمام. سواء ده او ده موجود في السؤال وهاجي اجاوب في الاجابه لازم احوله للضمير ايه؟ it. كلام جميل. نجيب اللون الازرق اهو عشان ما حدش يزعل. ومعانا these ودوس، سواء ده او ده موجودين في السؤال لما اجي احطهم في الاجابه لازم اجيب ضمير لانهم عنهم اللي هو they. طبعا معانا هنا ايه؟ it. تمام. طبعا معانا بقى page صفحه دي صفحه 13 صفحه 13. معانا صفحه 13 سهله جدا بقى، فيها بعض الاسئله البسيطه يعني وانت في البيت كده ان شاء الله لما انزل لك الPDF في الكومنتات حضرتك بقى تبدا بقى تاخد ايه يعني 5 كده رواقه تجاوب على الاسئله دي. is it a banana؟ yes it is or no it isn't. طبعا هي موجوده في الصوره فتقول yes it is. is she a baker؟ هل هو خباز؟ yes he is او no he isn't. لا ده مش خباز، بس طبعا ده خباز في الصوره. تمام. هنفوت مع حضراتكم في الصفحه دي عشان بس المده بتاعت الحصه او مده الحلقه بتاعتنا ما تكونش طويله او الفيديو بتاعنا ما يكونش طويل. معانا هنا بقى ال WH question، السؤال باستخدام اداه الاستفهام. ادوات الاستفهام كثيره جدا بس هم ليهم قاعده او ليهم اساس بنشتق منه كلمات استفهاميه كثيره. يعني مثلا عندنا مثلا مثال وات كلمه استفهاميه بمعنى ما او ماذا. مظبوط؟ تمام. وات كلمه استفهاميه بمعنى ما او ماذا ممكن نشتق منها الكثير من الكلمات الاستفهاميه زي what about what else what time وخلافه. عندنا كمان بالنسبه للكلمه الاستفهاميه اللي هي اسمها how طبعا بمعنى كيف، ممكن برضه نشتق منها كلمات استفهاميه كثيره how old how much how many وخلافه. تمام. يبقى احنا معانا يا مستر بقى عايزين نعرف تكوين السؤال في اللغه الانجليزيه، لان السؤال في اللغه الانجليزيه تكوينه ثابت الا في بعض الاسئله. تمام. زي السؤال المديل ده ما اعلى منه، وزي السؤال مثلا اللي ما فيهوش فعل مساعد وده هنعرفه بعدين، بس احنا عايزين دلوقتي نركز على البيسك فورم، الشكل الاساسي للكويستشن للسؤال ان انجلش في اللغه الانجليزيه.
معانا طبعا هنا نمبر 1 رقم 1 2 3 4 5. معنى كده ان عندنا السؤال بيتكون من 5 parts 5 اجزاء. The first one اول جزء او the first part كلمه استفهاميه. لازم نبدا معانا السؤال بالكلمه الاستفهاميه. طبعا ما هو السؤال بالكلمه الاستفهاميه نبدا بالكلمه الاستفهاميه. تمام. بعد الكلمه الاستفهاميه ركز بقى لو سمحت. بعد الكلمه الاستفهاميه لازم يكون في فعل ناقص او فعل مساعد. فعل ناقص او فعل مساعد. اتكلمت معاك من شويه عن الافعال المساعده والافعال الناقصه في الدرس اللي فات. قلت لك ان الافعال المساعده verb to be verb to do بس ما ذكرناش مع بعض verb to have وده هنذكره ان شاء الله بعدين لما نيجي ناخد المضارع التام present perfect وخلافه. تمام. وعندنا كمان الافعال الناقصه. قلنا الافعال الناقصه ناقصه المعنى. ناقصه المعنى وكمان ما لهاش تصريف ثالث. يعني ناقصه المعنى يعني تحتاج فعل كمان جاي بعدها في المصدر علشان المعنى يكتمل. ما ينفعش اقول لك I will I will ايه؟ لازم اكمل. I can no لازم اكمل وهكذا. تمام. يبقى لازم ياتي بعد الكلمه الاستفهاميه فعل مساعد او فعل ناقص. تمام. بعد الفعل المساعد او الفعل الناقص لازم يوجد بقى فاعل ضمير فاعل مباشره او ضمير فاعل يا سيدي. بعد كده طبعا الفعل الرئيسي. ركز بقى معايا في الفعل الرئيسي دي. الفعل الرئيسي بتاع السؤال. اول حاجه احنا عندنا في معظم احنا بنتكلم دلوقتي عن الفعل شكل الفعل في معظم الازمنه. بالنسبه للمرحله الاعداديه اللي بيتابعوا الكورس بتاعنا كورس الجرامر هو اقوى كورس جرامر على مستوى محافظات كتير مش عايزين نذكر بالاخص يعني. عموما يعني معانا الفعل الرئيسي بتاعنا لو احنا بنتكلم المرحله الاعداديه فاحنا نقول لحد اولى او ثانيه اعدادي كده لحد ثانيه اعدادي الفعل الرئيسي ده ممكن يكون فعل في المصدر. وده في الازمنه البسيطه مضارع بسيط ماضي بسيط الفعل يكون في المصدر دائما في حاله السؤال والنفي. تمام. ممكن كمان الفعل الرئيسي بتاعنا ده يكون فعل نضاف له ING. مفيش مشكله. بالنسبه بقى للمرحله الاعداديه الصف الثالث الاعدادي تمام هناخد ان شاء الله في منهج الصف الثالث الاعدادي ناخد زمن اسمه المضارع التام. طبعا بالنسبه لاولى ثانوي بقى خلاص بداوا ياخدوا ازمنه تامه فاصبح ان احنا عندنا كمان الفعل الاساسي بتاعنا ممكن يكون past participle يعني تصريف ثالث سواء بقى احنا مثلا بنعمل سؤال في المبني المجهول او جمله عاديه او سؤال في زمن المضارع التام. وطبعا المضارع التام الفعل يكون في التصريف الثالث دائما سواء في النفي او في السؤال او في الجمله. فعندنا طبعا اهوت معانا verb plus ing لا اما الفعل يكون فعل مضاف له ing لا اما يكون فعل في المصدر لا اما يكون past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. معانا 3 اشكال للفعل. بعد كده طبعا الكومبلمنت اللي هي تكمله الجمله. معانا 5 اجزاء للسؤال عايز توقف الفيديو وترجع تاني تاكد عليهم. عندنا هنا مثال when اهو نفس اللون when كلمه استفهاميه كلام جميل. when did فعل مساعد اهو verb to do بس في الماضي. اشمعنى؟ عشان ده مثلا سؤال في الماضي البسيط عشان سؤال في الماضي البسيط. when did he ضمير فاعل رقم 3 when did he go to Cairo يعني متى هو ذهب يا مصر ذهب دي ثانيه واحده ذهب ايه ده جو يذهب ذهب ايه اللي خلاها ذهب؟ قال لي يا استاذ جو الفعل هنا فعل في المصدر. تمام مفيش مشكله ما عنديش مشكله انت صح جو يعني يذهب بس احنا بنترجم الفعل اللي موجود داخل السؤال على حسب الفعل المساعد اللي جاي في السؤال. تاني معلش يا مستر وضح اكتر. احنا معانا فعل مساعد هنا في السؤال يا شباب did. تمام did ده في الماضي مش في الماضي في الماضي بياتي في زمن ايه كفعل مساعد؟ ياتي في زمن الماضي البسيط الباست السمبل. تمام معانا في الماضي تمام did يبقى اصبح ان الفعل بتاع السؤال هيترجم كمان هو كمان في الماضي. يبقى تاني فعل السؤال يترجم تمام على حسب من هو الفعل المساعد الموجود في السؤال. تمام. بعد كده طبعا معانا كلمات استفهاميه question word للسؤال بالquestion word دول زي what where when why how who whom whose. تاني معلش الquestion word للسؤال عن كذا. عايزين مثلا نسال عن اشياء هنسال بكلمه what. where عن المكان نسال بكلمه where. عايزين نسال عن الزمن when متى why. ركز بقى معايا كده what حرف اتش silent where حرف اتش silent when حرف اتش silent why حرف اتش silent how who هنا حرف الدبليو اللي silent whom هنا حرف اتش silent. في الاغلب حرف الاتش بيكون silent في معظم الكلمات الاستفهاميه whose which برضه حرف الاتش silent هنا what how often وخلافه. طبعا معاك طبعا البي دي اف بتاعك تبص برضه على الكلمات الاستفهاميه وتشوف كل واحده فيهم ممكن نستخدمها ازاي وممكن نعمل بيها ايه. تمام. نركز بعد كده how many كم عدد how much how tall. طبعا دي كلها مشتقه من how many how much how tall how heavy how old how long how fast وكل واحده طبعا ليهم استخدام. عايز تبص على الامثله how deep مفيش مشكله. طبعا how ياتي بعدها صفه يعني زي ما انت شايف كده how much how tall دي مش صفه much برضه صفه heavy مالها
قال لي يا مستر هيفي ثقيل صفه، فاصبح ان هاو ياتي بعدها صفه لما نيجي نكون سؤال او نجيب نشتق كلمه استفهاميه من الكلمه اللي هي هاو بمعنى كيف نجيب بعدها صفه. لكن وات ياتي بعدها اسم. اقول لك مثلا هاو وات هايت، ايه وات هايت؟ ما الطول. طب هاو تول، كام الطول برضه، بس تول صفه لكن هايت اسم، وهكذا. اهو عندنا يا سيدي اهو، انا ساعتها مش واخد بالك اهو، what height what length what age what distance what price. هنا كلمة تول صفة، دي صفة. طيب الاسم بقى من الصفة height. long برضه صفة، how long كام المدة، how old كام العمر مع صفة. كلمة old صفة، عايزين نجيب الاسم من الصفة اللي هي old يبقى age، وهكذا. far distance much عايزين نجيب منها الاسم بتاعها يبقى price what price ما السعر، وهكذا. الخلاصه معانا هنا ان كلمه what بعدها اسم وهاو بعدها صفه. هنبدا مع بعض دلوقتي ان احنا بشكل سريع ان احنا نحل مع بعض الاسئله الموجوده على الجزئين، وده طبعا نازل لك في البي دي اف في الكومنتات. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا في صفحه 16 page 16 choose the correct answer، اختر الاجابه الصحيحه. number 1 Not time does your class start. أنا عايز طبعا كلمة استفهامية أبدأ بيها وأجيب بعدها كلمة time. كلمة time طبعا بمعنى وقت، واسم مفروض اختار what. What time does your class start؟ ما الوقت اللي الحصة بتاعتك بتبدأ فيه. نمبر 2 رقم 2 sugar do you want. طبعا sugar ده اسم غير معدود، اسم لا يعد، تمام، والمفروض ان هو بيتقاس بالكميه، فعايز اقول كم كميه السكر do you want اللي انت عايزها in your tea في الشاي بتاعك. كم الكميه يبقى how much للسؤال عن الكميه. ممكن نختار القلم الازرق. بعد كده نمبر 3 is your friend not، قال لي 18 years old، يعني ده سؤال والكلمه الاستفهاميه هنا اهي، ودي الاجابه على السؤال 18 years old. فاصبح طبعا انا عايز اسالك كم عمر صديقك، كم العمر يعني how old. تمام. بعد كده نمبر 4 broke this window. broke this window كسر هذا الشباك. قال لك the children، يبقى انا عايز اقول من الذي كسر هذا الشباك. طبعا ده سؤال من غير فعل مساعد، ده اللي انا اتكلمت معاكم المره اللي فاتت فيه، وقلنا ان عندنا بعض الاسئله يكون ما بيكونش فيها فعل مساعد زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. هنختار مع بعض who ونقول who broke. يا مستر مش المفروض كلمه استفهاميه ثم فعل مساعد او فعل ناقص ثم الفاعل وبعد كده الفعل الاساسي وتكمله الجمله، يعني 5 اجزاء في جزء ناقص اللي هو الفعل المساعد. ايوه الجزء الناقص ده يا شباب علشان احنا مش عارفين من هو الفاعل. تاني احنا معانا كمان جزئين مش جزء واحد، اللي هو الفاعل مش موجود وكمان الفعل المساعد مش موجود. طبيعي لما نكون مثلا بنسال عن من قام بالفعل، مين اصلا اللي من قام بالفعل؟ الفاعل. تاني الفاعل هو من قام بالفعل. لما اجي اكون بسال عنه، يعني لما بسال عن من قام بالفعل، من الذي كسر الشباك؟ ممكن يكون فرد، ممكن يكون فردين، ممكن يكون فلان، ممكن يكون فلانه، صح ولا لا؟ فاصبح ان انا بسال عن الفاعل، والفاعل اساسا مجهول مش موجود في الجمله، فطبيعي الفاعل مش موجود، مش هقدر ان انا احدد الفعل المساعد اللي انا محتاجه في السؤال، صح ولا لا؟ فاصبح خلاص بدل انا بسال عن الفاعل والفاعل مش موجود وبسال بكلمه هو، يبقى خلاص كمان الفعل المساعد مش هيكون موجود، وبالتالي الفعل محطوط في التصريف الثاني اللي هو V2، تصريف ثاني للفعل في الماضي broke. يبقى who broke this window، من كسر هذا الشباك؟ قال لي the children، الاطفال. نمبر 5 do you plan to stay in Paris؟ عايز اقول له هل انت تخطط للاقامه في باريس؟ قال لي for 2 days، لمده يومين. يبقى كام المده اللي انت ناوي تقعدها في باريس، في باريس؟ معانا طبعا كام المده، how much لا، how many لا، how long كام المده، يبقى how long do you plan to stay in Paris. Number 6 not was he absent. absent يعني منزعج because of his illness. يعني كده سوري، absent هنا مش absent، لا دي absent يعني غائب، غائب ما جاش، يعني ما جاش الحصه مثلا او جاش المدرسه because of his illness، بسبب مرضه، وبيكاز of ياتي بعدها اسم زي ما انت شايف كده، his illness يعني مرضه، وهو ما جاش بسبب مرضه. يبقى لماذا هو كان، تمام كده، او لماذا، تمام، ممكن نقول why، لماذا why was he absent. Number 7 car is this. ركز لو سمحت، it's my brother's. يعني it's my brother's انها خاصه باخي، يعني العربيه دي بتاعت اخويا. يبقى whose car is this؟ للسؤال عن الملكيه نستخدم كلمه الاستفهام whose. Number 8 is that weather like؟ very fine الاجابه على السؤال very fine. very fine، ليه very fine؟ نقرب لك شويه عشان نشوف اكتر. very fine يعني لطيف جدا، الجو جميل. انا عايز اقول مال الجو عامل ايه النهارده؟ يبقى what is the weather like؟ what is the weather like؟ Number 9 did، بسم الله الرحمن الرحيم. Number 9 did the car accident take place؟
معانا فعل مركب اسمه take place phrasal verb بمعنى يحدث. فعل مركب بمعنى ايه؟ يحدث. تاني اهو معنى فعل take place بمعنى يحدث. فبقول لك did، طبعا ده في الكلمه دي فعل مساعد، فالمفروض في كلمه استفهاميه قبلها. هنشوف دلوقتي ما هي الكلمه الاستفهاميه. الاجابه last night يعني الليله الماضيه. انا عايز اقول الاكسيدنت او the car accident، حادث السياره متى حدث؟ حدث امتى؟ الزمن، مثلا زمن قال لي last night، يبقى how ولا why ولا where ولا when؟ يبقى when did the car accident take place. بعد كده معانا نمبر 10 is علي fond of. قال لي collecting stamps. يعني collecting stamps، collecting يعني جمع، stamps الطوابع. يبقى what is علي fond of، where علي fond of، when is علي fond of، why is علي fond of. معانا بعد كده نمبر 10 is علي fond of collecting stamps. يعني ايه collecting stamps؟ collecting يعني جمع، stamps يعني الطوابع. طب يعني ايه fond of يعني مغرم بيه، مغرم. يا سلام، مغرم بيه او مولع بيه. عايز اقول الولد علي ده مغرم بيه او بيحب ايه؟ يبقى what is علي fond of؟ قال لي collecting stamps جمع الطوابع. نمبر 11 does Sally go to the library؟ قال لي twice a day، مرتين. twice يعني مرتين في اليوم. a day طبعا يبقى انا كده بسأل عن عدد المرات، يبقى how often does Sally go to the library؟ كم مرة سالي تذهب للمكتبة؟ قال لي twice a day. بعد كده معانا النمبر 12، معانا رقم 12 is the capital of Egypt، هي عاصمة مصر. هي عاصمة مصر كايرو، القاهرة. يبقى how ولا where ولا what ولا when؟ قال لي what is the capital of Egypt؟ ما هي عاصمة مصر؟ قال لي كايرو. نمبر 13 رقم 13 معانا children are there in the park. قال لي 9. يبقى انا هنا بسأل عن عدد الاطفال الموجودين، لان there بمعنى يوجد. ناس خدناها كتير في المرحله الاعداديه. there بمعنى يوجد، وفرق ما بينها ما بين اسماء الاشاره، ضمائر الاشاره زي these وthose اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير. تمام. فرق وذير، فرق ما بين كل حاجه بتبدا بالتي اتش، سواء سواء these او those او their او they. تمام. ومعانا هنا their بالار بقى their، وفي الاخر حرف اي زي ما انت شايف، يبقى بمعنى يوجد. بمعنى ايه؟ يوجد. تمام. معانا هنا بنقول كم عدد الاطفال. كم عدد يعني how many. كلمة children اسم معدود، فنسأل طبعا الاسم المعدود كم عدد الأطفال are there in the park الموجودين في البارك. بعد كده بيقول لي reorder to make sentences، أعد الترتيب لتكون جمل. دلوقتي هنرتب مع بعض عشان نكون جمل. طبعا السؤال مش مدرج عندنا في مواصفات الامتحان الخاصة ولا بالمرحلة الإعدادية ولا بالمرحلة الثانوية، بس ده هيفيدك أكتر إن حضرتك تكون جملة صحيحة تعمل سؤال في سؤال الدايلوج سواء في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية، بس ده للثانوية الأزهرية. طلبة الثانوية الأزهرية ركز معايا كويس جدا في الجزء ده، لأن معظمكم مش بيعرف برضو يحل الدايلوج، لأن الدايلوج بيبقى صعب شوية أو موجود في المرحلة الثانوية، وبسبب طبعا المرحلة الإعدادية كان بالنسبة لكم كان دايلوج بسيط أو اتنين بس، مجرد سألوا سؤال وحد رد عليه وانتهى الموضوع. لا، الموضوع هنا عايزين إن احنا نتمرن كويس قوي على تكوين السؤال، والسؤال زي ما قلنا له 5 أجزاء. نبدأ مع بعض كلمة استفهامية. هنرقم بقى على طول، مش هنكتب الجملة عشان الوقت الفيديو بس ما يكونش طويل. تمام، ده كويس. how many كم عدد. how many cars كم عدد السيارات. طبعا بتبقى كم عدد السيارات اهو. يبقى انا كلمه استفهاميه how many، لما اجي اسال عن عدد شيء ما بكلمه how many لازم احط الحاجه اللي انا بسال عددها الاول. how many cars يعني حطيت cars بعد كلمه how many، لان انا بسال عن عدد السيارات. how many cars كم عدد السيارات does your number 5 your father does your father اللي باباك does your father have اللي باباك بيمتلكها. يبقى how many cars does your father have. number 2 how تمام. how much دايما لما تختار how او what دور لو ليها جزء تاني في السؤال. يعني احنا بندور هنا مثلا احنا نرتب تدور هل في جزء تاني للكلمه الاستفهاميه ولا لا، هل في جزء تاني للكلمه الاستفهاميه ولا لا. how بس ولا how much طبعا. يعني how much does طبعا نجيب بقى الفعل المساعد does. how much does this dress كم هذا الفستان this dress او number 5 يتكلف cost. الفعل cost يتكلف، يبقى how much this dress how much does this dress cost كم يتكلف هذا الفستان. الجملة رقم 3 بنقول how long كم المدة. طبعا دي برضو كلمة استفهامية مركبة how long وعندي كمان فعل ناقص يبقى how long well بعد كده الفاعل يبقى how long well you ضمير فاعل اهو تبقى number 4
How long will you stay؟ كم المدة اللي انت هتقعدها او هتمكثها in London؟ في لندن. يبقى ده نمبر 5 وده نمبر 6. بعد كده معانا نمبر 4 رقم 4 بنقول what. نبدا طبعا بكلمه what طبعا دايما بتبدا طبعا بالكلمه الاستفهاميه. What is your last name؟ What is your last name؟ نمبر 5 رقم 5 what is your email address؟ What is your email address؟ تمام. كان مع حضراتكم مستر احمد ابو سمره مدرس اللغه الانجليزيه لجميع المراحل. اتمنى لكل طلاب الاعزاء التفوق والنجاح باذن الله. اشوفكم ناجحين دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.